السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاهدوا ملخص مباراة السيرية والاتحاد ضمن مباريات دوري نجوم قطر. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسى اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو. والمعز علي بانتظار الأهداف، بانتظار الحضور، بانتظار الكرة بمحاولة تأتي خطيرة جدا، مرت بجوار القائم، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. يحرس مرمى نادي السيريا، كرة بمحاولة في الجهات اليمنى، إدميلسون البرازيلي البلجيكي في بطولة الدوري، محاولة تأتي ملعوبة داخل منطقة الجزاء على يمين حارس المرمى كلود أمين، تلعب قصيرة وصلت إلى إدميلسون. يا سلام يا سلام يا سلام، أوه. حلوة الكرة الماضية بأقدام إدميلسون البرازيلي البلجيكي في بطولة الدوري. شوف اللقطة الماضية، تسديدة تأتي الرجل الذي يحمل جنسية البلجيكية، وبالمناسبة البلجيكي الوحيد اللي موجود معنا في بطولة الدوري من خلال منافسات هذا الموسم. محمد البكري، محاولة لنادي السيرية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، خطيرة خطيرة خطيرة، يسجل وبأقدام ميمي يتقدم ابن العراق، ابن الرافدين، وتحية وإجلال للدحيل الذي جاء به ولفريقه السابق، لا يحتفل احتراما لذكرياته مع الدحيل، لكن هذه المحاولة ميمي في المكان المناسب دوما، في المكان المناسب دوما. ابن الرافدين أسد يزار في ملعب عبد الله بن خليفة ويسجل أول أهداف اللقاء، يسجل أول أهداف اللقاء وسادس أهدافه الشخصية، سادس أهداف. بكل تأكيد سيحاول قدر الإمكان الاطمئنان على صحة مجدي. كرة المحاولة دخول داخل منطقة الجزاء، عرضية تأتي، لكن واللي ذكر فيها لأن الدحيل في طريقه لاستعادة اللاعبين خلال الفترة القادمة. محاولة ملعوبة داخل المنطقة في الجزاء، حلوة اللقطة الماضية اللي يقف فيه كلود أمين. هذه كرة المعز من لمسة وحيدة. الرحمن محمد في القسم الثاني، كوانك سونغ كرة لنادي الاتحاد الآن، عرضية داخل منطقة الجزاء سهلة عند حرب، وصولا إلى 35 دقيقة، لكن النتيجة تقدم السيلية. كرة بيحاول الآن من أجل الهدف الثاني، كرة تأتي وتسديدة خطيرة جدا، لكن وجب الحذر، وكل ما كانت الأمور خطيرة على مرمى الحارس محمد البكري. الجانب الآخر بنفس الطريقة، كرة محاولة رأسية تأتي، لكن عند حقيقة المناسب يقف هذه المرة من أمام إدميلسون. هذه الكرة الرأسية اللي كانت عن طريق المعز، ثم بعد ذلك ننتظر لنتعرف على ما يمكن أن يتغير. مرتدة الآن خطيرة الآن، تسديده، يا سلام يا سلام على كرة جاءت عن طريق ميمي. الله عليك يا ولد، الله عليك بالقدم اليمنى، الهداف الكبير، الهداف الذي يثبت في كل مرة. ركنية لمصلحة البكري أو على البكري، كرمبوجي وبنفس طريقة الهدف الأول، ركنية، لكن من الجانب الآخر نذير يرتقي كرمبوجي ويضرب براسه ليضع الكرة في شباك البكري ويسجل ثاني الأهداف، يسجل ثاني الأهداف لمصلحة نادي السيلية، لمصلحة نادي السيلية. ولك أنت على السنوات الماضية منذ أن صعد الاتحاد للمرة الأولى على مستوى منافسات دوري النجوم. كرة داخل منطقة الجزاء لمصلحة نادي الاتحاد الآن، تسديدة تأتي سهلة عند حارس المرمى لنادي الاتحاد في الجهات اليسرى. الآن دودو مر بشكل مثالي جدا، لا زالت قائمة خطيرة، عرضية داخل منطقة الجزاء، فرصة من أجل التقليص، نادي السيلية. بينما هذه المحاولة الخطيرة جدا بالنسبة
برافو ايضا كلود في التوقيت المناسب. محاولة فيها تدخل من محمد البكري حكم المباراة. منطقة جزاء نادي الدحيل. إدميلسون يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة من أجل التقليص، عرضية تأتي ومرة أخرى أمين من أجل ضربة أخرى لكن مرت من أمام الجميع، عادت إلى نذير، عرضية. يا سلام يا نذير، يا سلام يا نذير، الله عليك يا فوز ببطولة كأس العالم أو الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا 2011 والمركز الثالث في كأس العالم للأندية، وفي المرتين نذير كان على مستوى حراسة المرمى. عموما الكرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة، لا زالت قائمة، لا زالت لمصلحة نادي الدحيل، والتسديدة تأتي لكن كرة إدميلسون علت العارضة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. هنا المحاولة في المرة الأولى استلم، وفي المرة الثانية تحت الضغط عليها من أجل أن يعود ويستعيد قوته ويستفيق ويقف على قدميه قبل كأس العالم الثالث يأتي، لكن عبد القادر الياس اللقطة الماضية وصلت إلى ركلة ركنية. هذه الفرصة خطأ من محمد موسى، وبعد ذلك التدخل من أحمد ياسر وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية. أحمد ياسر خلصها إلى ركلة ركنية، عبد القادر الياس تدخل في التوقيت لمعة الأسماء الأخرى بعد أن تم تسجيلها في كشوفات النادي العربي. وممكن سلطان يلعب الكرة الآن، عادت في الجانب الآخر، وصلت إلى رامين رضايان، عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية. يا سلام يا سلام، حلوة الكرة العرضية الماضية والارتقاء من مونتاري، لكن بعد ذلك الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى. رامين رضايان سيترك أرضية الملعب. أوه خلصت من امام كريم، عدت في الجانب المقابل، مرتده سريعه عن طريق مهند، خطا في الكره، مر مهند تقدم، لكن ايضا عوده بشكل مميز جدا كل شيء، لكن الدحيل وصل، حاول وتفاجأ، وكان حاضرا كلود امين في الكره، كلود يحاول، عرضيه خطيره جدا وراسيه من عبد الرحمن، لكن اصطدمت في الشباك الجانبيه. هذه الكره العرضيه الماضيه، وهنا الراسيه، والله القائم في القائم الايمن لحارس المرمى كلود. محاوله فيها مرور مثالي جدا، انطلاق الان، عرضيه داخل منطقه الجزاء، راسيه تاتي، حلوه الكره الماضيه ايضا، هذه المرة راسية من مونتاري وانطلاقة من اسماعيل. شوف العرضية مثالية جدا والارتقاء رائع ايضا من مونتاري. اسماعيل 3 محاولات منذ دخوله في شوط المباراة، لأنه السلية كلما واجه الكبار كلما كان حضوره متميز. كرة محاولة ملعوبة الآن، فرصة لا 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 لا، ضاعت ايضا هذه المرة، اصطدمت في العبيدي، اصطدمت في حمد العبيدي، او هو من ابعدها، هو من وقف امام الكرة وهو من وضع قدمه. سقوط في ارضية ملعب، مرتدة خطيرة الان، مهند من اجل ان يحسم الامور، لكن ايضا يا سلام احمد ياسر يتدخل كما جرت العادة في التوقيت المناسب. هذه الكرة هنا المحاولة، شوف انطلاقة مهند، لاعب بسرعته المعهودة، لكن في الجانب المقابل هنالك مدافع سريع، ومهند او احمد ياسر يطالب بركلة مرمى، وعنده حق، والله عنده حق. شوف تدخل مرة انتهت 5-0. فلاديمير بايس سجل هدفين، سيباستيان سوريا هدف، كرة بمحاولة، فرصة، خطيرة جدا كرة مهند، لكن ايضا قرار حكم المباراة يأتي باحتساب الخطأ لمصلحة الحارس محمد البكري. باع نادي السيلية في مباراة اليوم شيء يستحق الثناء والتقدير. نجم الجولة، كرة بمحاولة، هدف تقليص الفارق أخيرا، هدف تقليص الفارق يأتي في اللحظات الأخيرة، في الوقت بدل الضائع، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وعن طريق البرازيلي دودو يسجل، لا وجود للتسلل، قرار سليم باستئناف اللعب، ودودو يسجل الآن بعد ما سجل في مرمى السد، والريان يسجل هنا.